Wazowski. Slumber party. بيبدأ الفيلم بوحش بيظهر لطفل صغير من تحت السرير، والطفل ده بيفضل يصرخ وبيكون خايف من الوحش. فالوحش أول ما بيسمع صوت صريخه بيخاف، وإدى واحدة سمير سمكرة ارجع خطوة لورا، وهوب زرباوي بيدوس على لعبة الأطفال وبيتشكشك من اللعبة فيهم في الأنبولة، وبعدها بيضرب جرس إنذار ولجنة المخوفتية بتكون قاعدة، وبيطلع الحاج أبو عنكبوت وبيقول لهم المتدرب ده عمل حاجة غلط كبيرة في الأول، فبيقوم رايح يشوفها في الفار. وبيطلع يا صاحبي بقى بيطلع إنه ساب الباب مفتوح، وهو حذرهم إن ده ممنوع، وقال لهم ما ينفعش بني آدمين تخش الشركة، وان تاني اسوأ حاجه في الدنيا بعد البني ادمين هي الانسان، وانهم لازم يبذلوا مجهود لان الصريخ ده مش مجرد حاجه عاديه، ده بيتملي بيه انابيب طاقه، ولازم تبقوا رجاله شداد كده زي شلبي سلوفان. ويا صاحبي شلبي سلوفان ده بيكون اجمد واحد في الجامدين، ومارد وشوشني بيكون بيشجعه دايما لانه شغال معاه، وشلبي بيكون وجهه الشركه، ودايما الحاج ابو عنكبوت بيشيد بيهم وانهم انتجوا طاقه كتيره من ده. ولما بيكونوا ماشيين في الشارع الاطفال والناس بيشاوروا عليهم ولا اكنهم محمد رمضان. وبعدها بيروحوا الشركه، ومارد وشوشني بيقابل سالي حبيبته ام ضفاير تعابين اللي شغاله معاهم، وبيقوم عازمها على العشاء في مطعم اسمه كوابيس. قالت له ايوه كده مكان معفن يليق بينا بقى. ودي كانت مفاجاه من شلبي سلوفان لمارد وشوشني على اساس بيوجب معاه عشان بيحققوا التارجت. وشوشني قال له رجوله وشهامه ماركه وعلامه. وبعدها بيلاقي ان ضرفه الدولاب بتتفتح وتتقفل لوحدها، وبيطلع له اندل، واندل ده الوحيد اللي بيكون عنده قدره على الاختفاء، وقال له بتشبه عليا مش فاكر عينيا؟ قال له لا يا رخم. وبعدين اندل بيهلفت مارد وقال له خلي بالك علشان هكسر الرقم القياسي بتاع شلبي دبان النهارده. وبعدها مارد وشوشني بيروح لابله ميرفت مسؤول التقارير المخوفتيه، فقالت له ما تتاخرش تاني على التسليم. ثم بعد كده مارد وشوشني بيروح يجهز الانابيب لشلبي علشان يخوف العيال، وبيستنوا البوابات بتاعه اوضه الاطفال تنزل علشان كل واحد يجهز ويخوف الاطفال ويشحنوا انابيب، وبتوكلوا على الله كل واحد المساعد بيجهزه وبيشحنوا كهرباء. واندل بيكون جادد عشان كل ما يتقدم شلبي يلحقه. وفي واحد من المخوفتيه كان طالع مرعوب لان الطفل ما كانش خايف، لا وكمان خايف لا يلمسه، لان عندهم في التخويف ان البني ادم لما بيلمسك ده بيبقى خطر اكنه عنده كورونا كده. وبعدها بيعدموا البوابه دي علشان دي اصبحت خطر عليهم، والحاج ابو عنكبوت بيكون واقف في الساحه بيشغل الشغل. وبعدها اندل بيكون في المقدمه وبيبقى رقم واحد، والكل بيهنيه وهو بيقول لهم تشكرات تشكرات. لكن المفاجاه ان شلبي بيعمل رومونتادا في اخر بوابه وبيشحن اكتر. وبعدها بيكون في مخوفاتي بفروه طالع كان في شراب اطفال في ظهره، فبيعلنوا في الشركه حاله الطوارئ سين جيم يعني سلبي جدا، وبتدخل قوات الدعم السريع وبيقوموا بالواجب معاه علشان يطهروه. وبعدها بيكونوا ماشيين ومروحين، ومارد وشوشني بيكون بيستعد للديت مع سالي، لكن بيقابل ابله ميرفت في وشه وقالت له تقاريرك فين؟ فمارد بيكون ناسيها على المكتب بتاعه، لكن شلب الرجوله خدته وقال له روح وانا هجيبها. ولما بيروح لهناك بيلاقي ان في بوابه لسه شغاله وما مشيتش، وشلب الفضول خده وراح فتح الباب وقال انا وحش كاسر وما بيهمنيش، وقام دخل وما لقاش حاجه. وفجاه بعد ما قفل الباب لقى بنت صغيره ماسكه في ديله، وشلب بيكون مرعوب منها وبيحاول يرجعها لكن هي بتفضل ماسكه فيه. وفجاه بيلاقي اندل الخبيث بيشتغل وقت زياده من وراهم بدون اشراف، وده علشان يعلي رقمه ويبقى الاول. وشلبي بيقوم مكمر البنت في شنطته وبيروح لمارد وشوشني مطعم كوابيس، وده علشان يقول له على المصيبه دي. والبنت بتطلع من الشنطه وبترعب كل الناس اللي في المطعم لدرجه ان مفيش دقيقه والخبر بينتشر على القناه التانيه للمخوفتيه. ومارد وشوشني وشلبي بيروحوا على البيت مع الطفله وبيخبوها علشان دي جريمه في العالم بتاعهم، لان يا صديقي شرطه مكافحه الاطفال بيدوروا عليها في كل حته. ومارد لما بيشد منها اللعبه البنت بتصرخ وبتفضل تعيط، وده بيبقى مصدر طاقه فبتعيط جامد والكهرباء بتضرب. وشلبي بيفضل يهودها ويلعبها علشان تهدى لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه، علشان دي مشكله كبيره جدا. وشلبي لما بيوديها علشان تنام هي بتبقى خايفه جدا وبتشاور له على الدولاب علشان كان بيطلع منه مخوفتيه. وشلبي بيقوم مطمنها وبيقول لها ان محدش يقدر يجي هنا. وهما الاتنين بعدها بيتفقوا انهم هيرجعوا البنت لنفس الباب بتاعها تاني يوم. وبعدها بيروحوا الشركه وبيلاقوا شرطه مكافحه الاطفال والحاج ابو عنكبوت واقف في الساحه زلط ماسك سيجاره فرط، وهما الاتنين بيكون معاهم الطفله لكنهم عملوا لها زي لبس تنكري اكنها طفله صغيره مخوفتيه، وبيقولوا دي بنت اخت شلبي المخوفتيه الصغنونه. ومارد بيجيب بوابه عشوائيه علشان يحط الطفله فيها، لكن شلبي سلوفان بيرفض انها تروح اي مكان غير اوضتها وبيتها، وهما الاتنين بيتخانقوا مع بعض. وفجاه بتختفي البنت الصغيره وبيفضلوا هما الاتنين يدوروا عليها. ومارد بيقابل اندل بالصدفه وقال له لو ما كنتش طماع وغشاش ما كانش في بنت دخلت العالم بتاعنا اللي احنا فيه، انت السبب. وبعدها شلبي بيلاقيها بعد معاناه لان
لانه كان فاكر انها راحت مفرمه الزباله، وبيلاقيها بتكون واقفه مع اطفال مخوفتيه صغيرين. وبعدها مارد بيجي لهم علشان يروحوا للبوابات ويرجعوا البنت لبابها، وهي بتبقى خايفه جدا. فمارد وشوشني بيثبت لها ان مفيش حاجه، وبيخش وبيتنطط على السرير. واول ما بيخش اندل بيخطفه وبيحطه في صندوق وبيمشي. وشلبي بيروح يدور عليهم ومش بيلاقيهم، لحد ما البنت الصغيره بتكتشف باب سري بالصدفه، وبيلاقوا اندل والمساعد بتاعه معاهم مارد، وبيستجوبوه عن البنت لان هم فاكرين انهم لقوا البنت وشكلهم كانوا ناويين يخلصوا عليها. وبيفضلوا يعذبوا فيه علشان يقول البنت فين، وبيبقى في شفاط بيكتم الصوت وبيعذبوه بيه. وفجاه الجهاز بيعطل، واندل بيروح لسلك الكهرباء الرئيسي للجهاز وبيلاقي ان الفيشه متشاله. وبيكون شلبي اللي عمل كده، واستغل الوقت ده انه فك مارد وشوشني وحط المساعد بتاع اندل مكانه. وبعدها بيهربوا منهم، وشلبي قال انا هروح اقول للحاج ابو عنكبوت على الحوار. واندل بيفضل يدور عليهم، وابو عنكبوت بيفخم فيه، قال له استنى هقول لك حوار. قال له بعدين. قال له في شويه هواة عايزين يتدربوا، وريني بتخوف ازاي. فقام مخوف المجسم اللي بيتدربوا عليه. فالبنت الصغيره خافت وما كانتش عايزه تقرب له. ومارد حكى للحاج ابو عنكبوت على كل حاجه، وانها طفله ومش بتخوف. والحاج ابو عنكبوت بيشيل البنت وقال انا هحل الدنيا. فبيجيب باب غريب وبيقول له ده مش بابها. قال لهم ايوه ده باب تاني يا اسطى كيمو. قال له ايه؟ قال له وديكوا الاسكيمو. وبعدها بينفيهم للقطب الجنوبي. وبعدها بيقابلوا راجل التلج وبيستضيفهم علشان تايهين، وبيقدم لهم واجب الضيافه. ومارد وشوشني بيبقى قاعد متضايق وبيتخانق مع شلبي، وشلبي كل اللي همه انه يرجع البنت. ومارد قام موبخها معاه جامد وقال له احنا خسرنا كل حاجه، بيتنا وشغلنا وحياتنا علشان البت دي، وانت برضه مش همك. قال له ايوه انا مصمم. وبعدها عرف شلبي ان في قريه قريبه من هنا فيها اطفال، فاحتمال حد من المخوفتيه يفتح باب منهم. وكان اندر رابط البنت ومشغل الشفاط. وابو عنكبوت كان متضايق وقال له انت وشك فقر وشلبي خسرناه، وده مهما كان يعني ده الراجل بتاعنا. بس اندل الشرير بيكون فرحان جدا. لكن فجاه شلبي سلوفان بيجي ينقذ البنت وبيتخانق مع اندل. ومارد بيحاول يرجع وبيخش في كذا باب بالغلط لحد ما بيرجع لهم. وبيبص كده وبيلاقي شلبي بيتخانق مع اندل، لكن هو بيكون متخفي. ومارد وشوشني بيجي ينقذه، وبيروحوا للابواب هو والبنت الصغيره علشان يرجعوها بيتها. فبيخشوا عالم الابواب وهي بتتحرك لحد ما الكهرباء تقطع. واندل بيجي يخطف البنت منهم، وكان عايز يخلص منهم لكنهم فضلوا يتنقلوا بين الابواب. وشلبي واندل بيتخانقوا مع بعض، واندل كان هيقتله لكن البنت الصغيره بتنقذه. وبعدها شلبي بيضربه وبيديله درس، وبيودوه باب غريب وبيكسروا الباب. وبعدها الكهرباء بتقطع خالص بعد ما وصلوا لباب البنت الصغيره. والحاج ابو عنكبوت بيسحب الباب هو والشرطه علشان يقبضوا على البنت. ومارد بيظهر هو والبنت وبيجري والشرطه كلهم وراه، لكن بيطلع اللي في ايده ده زي التنكر بس. والبنت مع شلبي وجري بيها، وابو عنكبوت بيطاردهم. ابو عنكبوت طلع شرير، لكن مارد بيكون قاعد ومعاه الحكومه المخوفتيه وسمعوا كل الكلام. وبعدها بيقوموا قابضين عليه. وفجاه بتسال ابله ميرفت، وبتطلع هي القائد الاعلى للقوات المسلحه الخفيه، وبيطلبوا منها ان البنت ترجع بيتها. فهي بتوافق، لكن هتكسر الباب بعد كده علشان محدش يوصل لها تاني. وكلهم بيوافقوا. وشلبي راح يودعها ويوديها اوضتها، وفضل يعيط كتير، قلبه طلع قلب خصايه. وبعدها بيفرموا الباب وقرروا انهم مش هيذكروا الحوار ده تاني بامر من ابله ميرفت. ومن بعدها قرروا يوقفوا الشركه خالص، يعني شركه المرعبين المحدوده انتهت. بس بعد فتره جالهم فكره احسن، انهم بدل ما يخوفوا الاطفال يضحكوهم. وبقى كل حد شغال مساعد بقى هو اللي بيقدم الفقره، لانه شكله بيبقى اهدى وبيضحك الاطفال، وده بدل ما يخوفوهم. وكمان اكتشفوا ان صريخ الضحك بيشحن الطاقه. وشركه المرعوبين المحدوده بقت شركه المضحكين المحدوده. ومارد وشوشني بقى مارد غششني، وبقى نجم الشركه الاول. وبعدها مارد بيعمل مفاجاه لشلبي وبيجيب الباب بتاع البنت الصغيره، لكن الباب بيبقى ناقصه حته كده، فبيشوفوا حل. وشلبي بيكون محتفظ بالحته دي كذكرى. وبعدها الباب بيفتح وشلبي بيشوف البنت. وهنا بينتهي فيلمنا يا صديقي، وتوته توته خلصت الحدوته. كان معاكم فيلم شركه المرعوبين المحدوده. مع السلامه.